بقالنا فترة كبيرة وخصوصا مع بداية امتحانات الميد تيرمز الفترة الأخيرة بيجي لنا استفسارات كتير من ناس محتاجة سيشنز تكون 1 تو 1 أو بشكل برايفت، ومعظم الناس اللي بتسألنا على السيرفيس دي أو الخدمة دي بيكونوا محتاجين بس توبيك معين أو في حاجة معينة واقفة قدامهم ومش محتاجين محتوى التريننج كامل، أو مش معاهم وقت إن هم ياخدوا محتوى التريننج كامل في الوقت ده تحديدا. وبعد شوية تفكير ودراسة قدرنا إن احنا نوصل فعلا إن احنا نقدر نساعد الناس دي. طب هنساعد الناس دي إزاي؟ 1 to 1 sessions. باختصار شديد، ال 1 to 1 sessions هي سيرفيس جديدة كوتش اكاديمي بتقدمها، ودي هتقدر تفيد طلبة الجامعات والخريجين وحتى طلبة المدارس. طب ازاي؟ اوكي، خلينا ناخدهم واحدة واحدة كده ونبتدي بطالب الجامعة. طالب الجامعة بيقابله توبكس كتير مش عارف يفهمها من الجامعة، سواء من الشرح او من عدد الطلبة اللي بتحضر، او هو مش قادر يستوعب الموضوع او التوبك نفسه. ففي حالة زي كده الطالب ده محتاج شرح لتوبك واحد، فهنقدر نعمل له ايه؟ 1 to 1 sessions. يقدر الطالب ده يجي لنا ونقدر ان احنا نعمل معاه انترفيو ونحدد ايه الريكويرمنتس اللي هو محتاجها بالظبط، ونقدر نقسم ده على عدد ساعات معينه. فبالتالي الطالب مش محتاج يشترك في تريننج كامل ومش محتاج يدفع فلوس كتير، بالعكس هو هياخد السيرفيس او الحاجه اللي هو محتاجها بس وفي وقت قصير جدا. طبعا ده مش هيتوقف بس عند التوبكس معينه، ده ممكن يكون مساعده في جرادويشن بروجكت، ممكن يكون مساعده في تاسك معينه مطلوبه منه في الجامعه، وغيرها حاجات كتير جدا. وده بالنسبه لطالب الجامعه. طيب هل السيرفيس دي هتكون متوقفه فقط على البروبلم سولفنج وعلى السي بلس بلس؟ لا، احنا نقدر نقدم السيرفيس دي باي تكنولوجي او باي حاجه ريليتد للكمبيوتر ساينس والماثيماتكس. طب مين تاني ممكن يستفيد من ال1 تو 1 سيشنز؟ الجرادويتس وطلبه المدارس. لو انت خريج وبتشتغل في شركه اوريدي وعندك مشكله مقابلاك في تاسك معينه جوه شغلك، ممكن نساعدك فيها. لو عندك مشكله في الجوريزم معين او فهم داتا ستراكشر معينه، ممكن برضو نساعدك في حاجه زي كده. طب طالب المدرسه ممكن نساعده في ايه؟ اي طالب مدرسه بشكل اساسي بيكون معتمد بنسبه كبيره جدا على الماثيماتكس، ولو ما تاسسش كويس في الماثيماتكس من هو في المدرسه هيقابله مشاكل كتير بعد كده، خصوصا لو هو عايز يتخصص في مجال الكمبيوتر ساينس او البروجرامينج. وبالتالي طالب المدرسه اللي عنده اي مشكله في توبيك معين او في شرح حاجه معينه في الماثيماتكس يقدر يجي لنا واحنا نساعده فيها. وفي شريحه كبيره جدا من طلبه المدارس اللي بيبقوا عايزين يدخلوا مسابقات البروجرامينج او اوريدي بيشتركوا في مسابقات البروجرامينج، بيقابلهم برضو بعض المشاكل في التريننج، فدي نقدر برضو نعالجها في ال1 تو 1 سيشنز. باختصار شديد ال1 تو 1 سيشنز اي حد ممكن يستفيد منها بغض النظر عن سنه وبغض النظر عن دراسته. طالب الجامعه يقدر يستفيد منها، الخريج يقدر يستفيد منها، حتى طالب المدرسه يقدر يستفيد منها. السيشنز بيكون شكلها عامل ازاي؟ السيشنز بتكون كاستمايزد بشكل كامل بيزد على الريكويرمنتس بتاعه الكاستمر، بمعنى ان طالب الجامعه او اي حد هيجي مهتم بال1 تو 1 سيشنز، كل اللي احنا هنعمله معاه هنعمل معاه انترفيو ونحدد بالظبط هو ايه اللي محتاجه، وبناء عليه نحدد عدد الساعات، وبناء عليه نحدد البرايس. فكل حاجه هتكون كاستمايزد من الالف للياء. تقدر تشترك ازاي في سيرفيس زي كده؟ مجرد ان انت تتواصل معانا وتقول لنا ان انا مهتم بال1 تو 1 سيشنز، او عندي توبكس معينه او عندي حاجه معينه واقعه مني ومحتاج حد يساعدني فيها، حتى لو كانت بروبلم معينه واقفه قدامك تقدر تكلمنا واوتوماتيك هنقدر نحدد معاك انترفيو نحدد فيه الحاجات اللي انت محتاجها، ونحدد على اساسها عدد الساعات والباكج والبرايسنج. وبس كده. لو مهتم ممكن تتواصل معانا دلوقتي وتعرف تفاصيل اكتر. شكرا.